ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا بدأ الدوري بفوز نادي الزمالك على سيراميكا امبارح، وكان الفوز جمهور الزمالك كله مستني الفوز دوت عشان يشوف الفرقة بتاعته. امبارح ما نزلش من الصفقات الجديدة في الشوط الاولاني الا شيكا بانزا، ونزل برضو بعد كده ادم قايد، ونزل عبد الحميد معالي. وبصراحة اللعيبة مبشرة، هنقدر نقول مبشرة، لان لسه مش هنحكم عليهم الا بعد 5-6 مباريات يعني مثلا عشان نقول لك اللاعب ده فعلا الزمالك نجح اللي هو يجيبه ويضمه، او الزمالك ما كانش عنده عين شايفه اللاعب دوت بوضوح زي ما احنا هنشوفهم بعد كده ان شاء الله ونتابعهم. طبعا جمهور الزمالك فرحان وسعيد ومزقطط طبعا بالفوز. ليه بقى؟ لان بدايه قويه مع فرقه قويه، انت بتلاعب سيراميكا سكواد قوي جدا من اللعيبه، ومعاه مدير فني عالي جدا جدا، واحنا كنا متوقعين يا تعادل يا اما فوز للزمالك، والحمد لله تم فوز الزمالك. طبعا امبارح الزمالك فنيا كان كويس قوي، يعني عندك امبارح صبحي كان في حاله كويسه، وعمر جابر كان في حاله كويسه، وشحاته كان في حاله كويسه، والونش كان كويس، وامبارح برضو عبد الله كان كويس، والمعلم بقى اللي بنقول عليه شحاته اللي هو في خط النص اللي لسه جاي، وان شاء الله نتمنى اللي هو يعلى اكتر من كده. ومعاه طبعا النجم الكبير ناصر ماهر، لاعب كبير قوي للزمالك والمنتخب مصر ان شاء الله. طيب هتقول لي الزمالك امبارح احنا قلنا الصفقات الجديده لعبوا ولسه ما بنوش، لسه ما ظهروش قوي، لكن الملامح بتقول اللي هي خير ان شاء الله زي ما احنا بنقول. طيب امبارح الزمالك اول ربع ساعه تحس اللي كان فيه هزه شويه، وجا كرة في العارضه لسيراميكا لفخر لقاي. في يا جماعه خلي بالكم بالمناسبه في لعيبه كده بتيجي قدام الزمالك بيبقى بيلعبوا ابطال، بيلعبوا المباراه اكن بيلعب خلاص نهائي دوري وايه عايز ياخد الدوري زي لقاي ده، وبالذات بقى اسلام عيسى. نرجع للمباراه. المباراه امبارح امبارح الزمالك ما كانش فيه هجوم من الفرقتين على الجون كتير، لكن كان في استحواذ بعد يمكن التلت ساعه الاولاني للزمالك. بعد كده المباراه كلها بقت مع الزمالك، تحس الزمالك فعلا واقف على رجله بدنيا وفنيا. فبصراحه الراجل هيبان شغله، هو لسه هنحكم عليه بعد مثلا كم ماتش، مثلا نقول 5-6 ماتش، هنقول الراجل ده فعلا كويس، هنقول الراجل ده طور من اداء اللعيبه، هنقول الراجل ده عمل حاجات فنيه جديده في الملعب، بنشوف في حركات بتحصل في الملعب بنقول ده شغل مدير فني، ما بنقولش شغل اللعيبه. فنتمنى ان احنا نشوف دوت مع الراجل. امبارح بنت فيه روح، حسيتها امبارح اللي اللعيبه فيها روح، حابين بعضهم، مفيش فرق ما بين اللي بره واللي جوه، وده جميل قوي. لكن بانت اللحظه اللي هي مش حلوه، اللي هو شيكا بانزا لما جه يطلع، والحركه اللي عملها اللي هو زعلان اللي هو طالع. لا يا بيه، مفيش الكلام ده خلاص في الزمالك. عبد الناصر محمد عجبني امبارح بعد المباراه، حتى الاداري جاي يطبطب عليه وبتاع، قال له لا خلاص سيبه، خلاص الكلام ده خلاص، العصر ده ولا عصر الطبطبه ولا. وده اللي عجبني جدا جدا في الراجل ده. فعبد الناصر محمد احنا قلنا عليه الراجل قيادي، وراجل ان شاء الله هيظبط الاداء خارج الملعب، لان الاداء داخل الملعب بتاع فيريرا. فالراجل ده بصراحه انا بقول لكم هيظبط الناس كتير قوي، هيظبط حاجات كتيره قوي ما كناش بنشوفها في الزمالك. دي نقطه. النقطه الثانيه، امبارح برضو عجبني بنتايج، لعيب كبير قوي، لعيب عالي قوي، عنده روح قتاليه، بيعشق الزمالك يا جماعه. ودي نقطه بقول للكابتن فتوح، انت مكانك كده يا كابتن فتوح بيتنسي، خد بالك انت لاعب كبير يا فتوح، انت لاعب كبير، لاعب منتخبات، لاعب دوري، هتضيع نفسك يا ابني بالمشاكل اللي انت بتعملها كل يوم والتاني دي. فانت يا ابني كده طول ما انت رامي نفسك للمشاكل خارج الملعب، انت كده خلاص هتتنسي زي ما لعيبه كبيره وكانت نجوم مش هنقول اساميهم، كانت نجوم عاليه جدا جدا ضيعوا نفسهم بشغلهم خارج الملعب. طيب احنا دلوقتي ان شاء الله الماتش الجاي هيبقى مع المقاولين، واتمنى نبطل حركات الفصول السخيفه اللي بتحصل لجمهور الزمالك من نادي الزمالك، اللي هي ايه يا عم؟ اللي هي انت بتيجي مع المباريات اللي هي الفرق اللي هي وسط الدوري وفرق نهايه الدوري تلاقينا بنضيع ال3 نقط. طبعا الماتش الجاي مع المقاولين نادي كبير وكل حاجه، ولسه صعب برضه لان نزل السنه اللي فاتت وصعد تاني السنه دي. هنيجي نبص بقى لعيبه الزمالك اللي بيحصل السنين الماضيه،
اللي انت مثلا تستقل بالفرقه اللي انت تستهون بيها، وبعد كده نلاقي ال3 نقط راحوا ومن اولها كده. فانا بدي تنبيه من دلوقتي، بدي جرس تنبيه من دلوقتي، بلاش التهاون مع اي فرقه كبيره او صغيره. بلاش يا جماعه، بلاش يا جماعه بالله عليكم. الجمهور خلاص توسم خير. اول مباراه قويه مع سيراميكا، فرقه قويه زي ما قلنا، وانت فزت. اتمنى اللي انت تكمل المسيره. سيبكوا بقى من حته اللي احنا ايه نقعد بقى نستقل بالفرق اللي هي وسط الدوري ونهايه الدوري. بلاش الفصول السخيفه اللي بتحصل دي. ده بالنسبه ان شاء الله حتى للمباراه اللي جايه، فنتمناها كده ان شاء الله. الزمالك يفضل على طول في انتصار من انتصار. طبعا هنتكلم على المباريات اللي حصل امبارح مع بيراميدز وطبعا وادي دجله. احنا قلنا بيراميدز يفوز لان سكواده قوي، بطل افريقيا المفروض، وعلى الورقه والقلم يعني بيراميدز يفوز. لكن هتقول لي الطرد اللي حصل بتاع بيراميدز اول ربع ساعه اللي هو الكارتي، لا هم اتطرد برضو منهم في الشوط الثاني برضو لاعب. وبين يعني شفنا وادي دجله بيبان بمظهر ممتاز جدا، ومعاه مدير فني 31 سنه، يعني اصغر مدير فني. وده اللي اتكلمنا عليه، اللي احنا قلنا ندي الفرصه للمدربين بتوعنا يا جماعه، مش شرط الاجنبي. وقلنا الكلام ده والله. امبارح الراجل مدير فني بتاع وادي دجله 31 سنه وعامل شغل جامد جدا جدا مع الفرقه. وامبارح كان واقف على رجله والفرقه واقفه على رجلها بتاعت وادي دجله، كره هنا وكره هنا. لا وامبارح عملوا ماتش كويس. فنتمنى اللي احنا نشوف برضو مدربين مصريين يا جماعه، يعني نقل من موضوع الاجانب ده، لان عندنا والله مدربين ممتازين جدا 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 جدا. طبعا المباراه اللي بعد كده المصري فاز على الاتحاد 3-1. ده غموم لاعب كبير، مش عارف ليه الناس هنقول مش واخدين بالهم منه. الناس اللي هي يعني الناس بتاعت مين؟ بتاع الاهلي والزمالك اللي هم بيقعدوا يبصوا ويشتروا ويجروا. لاعب ده عالي قوي قوي قوي. امبارح عامل ماتش كويس قوي قوي قوي، وجاب هدفين امبارح ممتازين جدا جدا. وطبعا عمرو الساعي اللي هل الاهلي هيندم عليه بالجون بتاعه الجميل اللي حطه امبارح؟ هل الاهلي هيندم على عمرو الساعي؟ مش عارف، بس ما اعتقدش يعني، لان الاهلي عنده وفره رهيبه من اللعيبه. طبعا النهارده ان شاء الله هنشوف الاهلي ومودرن سبورت، وان شاء الله نتفرج على مباراه كويسه وهنتكلم عليها، لان الفريق بتاع الاهلي قلنا سكواد عالي وفرقه عاليه جدا جدا. ومودرن سبورت برضو عمل فرقه جديده كامله كلها. فهنشوف النهارده هل الاهلي هيفوز على مودرن سبورت يعني بارتياحيه زي ما بنقول. انا اتوقع ان الاهلي هيفوز بنتيجه عاليه، لان السكواد بتاع الاهلي قلنا قوي جدا جدا. وان شاء الله هنتابع ونشوف المباريات باذن الله، وهنحللها كلها زي ما قلنا، ونشوف افضل تشكيل اسبوعي باذن الله ان شاء الله زي ما قلنا كده. شكرا.